جايباكي في بيت جديد النهارده. عامله ايه يا طنط؟ الحمد لله حبيبتي، اخبارك ايه؟ انت عامله ايه؟ دايما الكلام عن الحما بيكون بطريقه سلبيه حتى في المسلسلات والافلام، مع انه والله ما اعرفش ليه. ممكن على فكره احيانا الحما تكون مامتك التانية بتاخدي منها نصايح وتكون بتعاملك حلو ومش زي اللي احنا متعودين عليه خالص. عشان كده حماتي حبيبتي معايا في حلقه النهارده، كانش ينفع البرنامج ده من غيرك. صح. بقول لك ايه في المقدمه؟ جميله قوي بس مش كلها صح يعني. لسه ما شفناش الحته الثانيه فيه. عامله ايه يا طنط؟ الحمد لله حبيبتي، اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. نرجع بقى بالذكريات اوكي يا حبيبتي. لايام بقى ايه؟ ابتدي بخالد، ايام بقى حملك، اول حمل خالص. يا من ايام الحمل. اوكي، زمان قوي. فاكره وقتها؟ لا خالد بالذات اكيد فاكره يعني، عشان خالد أصلاً. عشان خالد اكيد فاكره بس. غير كده. طب خليني قبل ما نتكلم عن حمل خالد نتكلم الاول عن انت اتجوزتي انت صغيره جدا. كان عندك كام سنه؟ 20. ما كنتيش خايفه؟ ده كان المتبع وقتها، كان العادي. يعني مثلا لو عدينا وصلنا 25 دي كبرت. اوكي. فلا كده كتير، فال20 ده كان 20 22 معقول. اوكي. انا ابتديت يعني شويه بدري. طب كنت عامله ايه مع حماتك بمنتهى الامانه؟ لا والله رحمه الله عليها، كانت ست طيبه جدا جدا يعني. اوكي. طيب حملتي على طول في خالد؟ كنت صغيره. كنت صغيره، وكان حمل مرهق لانه كان عندي برد وحساسيه يعني حاجات مع الحمل كمان. حساسيه؟ ازاي؟ ممكن تحكي لي بقى ايه اللي حصل؟ حسيت صدر وكحه وبتاع مشاكل وبتاع. لذلك هو اتولد صغنن يعني 7 شهور. هو اتولد في السابع؟ اوكي. اتولد كام كيلو؟ ما بنسالش الاسئله دي. والنبي عايزه اعرف. كيلو 700 جرام. كيلو؟ والله. و700 جرام؟ يا حبيبتي ده كان صغير كده، بس كانت حاجه تربك قوي. ده كان رعب بقى بالنسبه لي. ان هو الدكتور قال لي قبل الولاده على طول، لان الولاده جت مفاجاه. فقال لي هو بس في مشكله ان هو حجم صغير جدا ومضطرين هينزل يروح حضانه. فلما فقت بعد الولاده وبتاع ما شفتوش يعني، خدوه جريوا بيه عشان قعدت في حضانه اسبوع. اوكي. ودايما وساعات الواحد بيبقى طبعا كنت مرتبه لنفسك طريقه ولاده تانية جدا خالص بقى، وتقعدي للتاسع وكده. فاجئت بقى بحاجات كانت فتره صعبه جدا. اوكي. صعبه قوي، ان اسبوع بعيد عني وانا شفتوش اصلا لما اتولد. وبعدين بعد الاسبوع قالوا لي تعالي عشان ترضعيه تشوف هيستجيب ولا لا وبتاع. فكان والاسبوع ده كمان ما فيهوش كان رضاعه؟ لا مش رضاعه، ما فيش ان انا ما اقدرش اروح له اصلا كمان. كان لازم يبقى تحت اشراف طبي كويس. بس ده معناه الحمد لله برضو بيتولد في السابع برضو بيبقى عادي تحت جدا. اشراف طبي وكل حاجه. الدنيا ده هو ما كملش سابع يعني، هو ناقص اسبوع كمان. لو سابع ممكن بيطلع عادي. ايه ده يعني؟ هو لا هو 7 الا اسبوع، كمل الاسبوع في الحضانه يا حبيبي. والله. ايه ده؟ انا مش فاكره ان هو كان لا. كان كده. طب طنط احكي لي بقى انكل ايه؟ لا والله هو في الاول كان مرتبك شويه. لا مش هتكلم على خالد، بتكلم حبيته بعد ازاي. لا يا ده انت من الاول قصه الحب من الاول خالص بقى. ارجعي لي بدري. خالد مش عايزه خالد، انا عايزه انكل بقى. خلينا مع خالد. قصه الحب بقى احكي لي بقى. والله بصي، هو احنا جيران. اول مره شفته فيها قبل ما انا وقبل اي حاجه قال لي انا سهير مراتي شفتها. انا اول مره اقول الكلام ده يا انكل على فكره. قال لك الموضوع قلبه دق في عينيها. قلبي ده انكل. بصيت في عينيها. قال لي هي كده. دي. هو قال لي كده. لا انا بقى كنت مستغلساه جدا بجد. كنت شايفاها حد غلس. كنت مستغلساه؟ حد تاني كده وغلس وبتاع مش عارفه ايه. فجه مره بيكلمني انا عايزه وظيفه بتاع مش عارفه انا ممكن كان بشتغل في البنك. بيحاول يقول لك اي حاجه. اي دخله يعني. بس بعد كده حصل لي بقى، كان عنده مشاكل قبل كده يعني وبتاع، فقعد يحكي لي عليها وبتاع مش عارفه ايه. فصعب عليا بقى. ابتدينا شغل اصحابه وبتاع. ابتدى بقى يجي البيت عشان عايز اوراق. اوكي. عشان هيوظفني ويعملني. فحبوه بقى في البيت جدا. هو انكل. ابتديت بقى ارتبط بيه انا كمان. خلاص ما بقيتيش مستغلساه. خلاص بقى انكل دلوقتي ابو العيال بقى جده كمان وتيتا بقى وبتاع. طب فاكره كان بيعمل معاكي ايه فتره حملك في خالد بالذات؟ بصي هو كان شغله طول اليوم من الصبح لحد بالليل، بس بصراحه برضه هو ما كانش سايبني خالص. اوكي. كان متعاون جدا يعني. لو صحيت طبعا انت عارفه اول الحمل كل شويه اصحى والقيء وبتاع اعراض الحمل العاديه يعني. طبعا. لا هو ما كانش بيسيبني بصراحه في اي حاجه خالص يعني، في اي وضع. مع حتى في الدكاتره ياخد اجازه عشان هيجي يوديني. ما رحتش مع يعني، ما رحتش مثلا مع ماما او اخواتي او بتاع. لا هو اللي كان معايا في اي وضع. اوكي. ما سابنيش خالص يعني. طب ايه الحاجات اللي ما تنسيهاش في فتره حملك؟ هي اعراض الحمل عامه. ايه حاجه ما تنسيهاش؟ خالد عشان تعبتي فيه، كنت تعبانه. محمد عشان كنت عايزه. لا لسه هنيجي محمد ده لسه. اوكي. احنا ندخل على حسام الاول. حسام. لا كانت يعني الوضع كان كويس نفسك يبقى بنت؟ لا لحد حسام لا.
لحد محمد اهو. لحد محمد بصراحه الموضوع طول كده. ايه بقى عملتي ايه؟ ده انت كان نفسك يبقى محمد برضو جه في ظروف ان انا ما كنتش عايزه حمل، بس هو حصل حمل خلاص. سبحان الله. فما كانش لسه لسه طالع جديد السونار. ماشي. فلما عرفت بقى كنت يعني انت في خالد وحسام لا ما كنتش عرفت. ما كنتش عرفتي؟ لا. اوكي. فكنت مبسوطه خالص ان انا قمت بعمل ولاده والحمل وبتاع والزع والحاجات دي. ماشي. ولاده محمد بقى. محمد كان عنده توأم. كنت تعبانه جدا بقى جدا يعني. واكل اخوه راح فين التاكل؟ كلوا يعني الحمد لله. كان يبقى عندي 2 محمد فتبقى صعبه قوي يعني. لا صعبه عليا انا كمان يعني. لا ما انت كنت هتاخد واحد بس عايزه اقول لك على حاجه. التاني محمد كان هيكرهه في عيشته يعني. الحمد لله ان هو طلع لوحده. بس بعدين نزل بقى ايه بقى، انا عوضت. خالد كان كيلو 700 وحسام كان قد ايه؟ 3 كيلو حاجه. محمد كان 6 كيلو. ما شاء الله. ازاي مش عارفه ما سجلناهوش ازاي في مستشفى جنس والله بجد. المفروض كنا شفنا القصه دي. بس وبعدين بقى بعدين حمل محمد كان صعب. كان صعب جدا. يا سلام. انا ما اعرفش ان هو حجمه كان كبير قوي. وعايزه اقول لك لما بقعد كده ما اقدرش اقعد حد يقومني حد يقعدني وبتاع. كانت مشكله. بس انت كنتي تخنانه في حمل محمد ولا هو اللي حجمه كان كبير؟ لا هو الحجم نفسه، لكن انا جسمي كان عادي يعني. كان شكلي عادي. اوكي. زي البطن لا البطن مش طبيعيه، باينه فيها حاجه مش طبيعيه بجد والله. حتى لو ما كانش فيه توأم فهو كفايه لوحده وزن. لا اصلا كنت توأم كنت هتعملي هتشيلي 10 كيلو في بطنك. تبقى مش نافعه. ما التاني كان يبقى صغنن بقى كده حاجه صغننه. اكلوا وفر سهل لك الدنيا. ماشي. بعد كده بقى أميرة بقى. البنت جت أميرة دي بقى برنسيسة يعني. أنا حملها إيه بقى؟ لا حتى في الحمل مش عارفة ليه سبحان الله يعني. بعد محمد ب3 سنين مثلا. بس ما تعبش فيها خالص. كنت عادي الدنيا كويسة وراحة وجاية وبتعامل وبتاع. حتى يوم ولادتها كانت سهلة جدا والدنيا كانت حلوة قوي. مين أكتر حد فيكم يوم ولادته كانت صعبة؟ منين الإحراج ده؟ مين قولي لي والنبي. محمد عدى العاشر يعني 9 شهور 10 شهور. مش هيسيب حقه وقاعد لحد. تقول لي لا لسه سيبيه هو هيجي لوحده هو ليه وقت. بس تربك قوي يعدي العاشر دي. ده كان هم اكيد ما عدش يعني. ناس كنا حاسبين غلط او حاجه. بس لا في ناس بتخلص يعني ما اعرفش دي حسابات بقى ايه. ما اعرفش الله اعلم. دي حسابات ربنا يعني. بس فلا تعبت جدا في الولاده نفسها كمان. انا بقول الطبيعي فكانت كارثه يعني. وبعد كده أميرة بقى جت الدنيا كانت لا كانت الدنيا بقى سهله جدا. تفتكري كانت سهله ولا عشان كانت بعد ولاده محمد فالدنيا كانت سهله؟ لا هي نفسها كانت سهله. يعني أميرة وخالد كانوا سهلين. اوكي. خالد برضه برضه. لا طبعا لازم احطه في اي جمله مفيده. طب يا طنط محمد عمره جه سألك قالك مثلا حاجه ليها علاقه بهرمونات الحمل لينا ومش عارف ايه بيجي يسألك على هرمونات الحمل يفهم منك؟ عاده مرة واتنين. ايه الاخبار ده بيحصل كذا وبيحصل. اقول له طبعا ده اكيد وبتاع. هي برضو حاجه حاجه صعبه. حاجه جديده عليه يمكن بقى ومش مستوعب ومش فاهم. طب طنط متوقعه هتكون عامله ازاي؟ انتي هتربي قوي يعني. هتبقى حازمه شويه زي الالف. محمد هيدلع قوي. ما هي دي المشكله. ما ده بقى انا بحاول اسيطر نفسي عليه. ده اللي انا خايفه بقى منه. ان انا ابقى صح. لا بس حلو ده توازن. يعمل توازن. ما يبقى هو اللي بالشرير وانا الطيبه. مش مشكله مين فيهم مش مهم. المهم ان يبقى في توازن. صح. يعني زي انا وباباهم. بس باباهم راجل طيب زي محمد وانا انا تيم طنط. طب طنط بمناسبه ان في اكيد بنات كتير بيتفرجوا علينا وامهات كتير لسه جايين، بتشوفي ايه اكتر حاجه مهمه في قيم ومبادئ الاسره ان لازم تكون موجوده؟ عشان للاسف مع السوشيال ميديا وكل حاجه المنصات كل الكلام ده المبادئ والقيم ما بقتش زي زمان. يعني بقى قليل قوي الناس اللي انا بشوف شبه تربيتي وتربيه محمد. يعني التربيه دي ما بقتش موجوده. فبتشوفي ايه اكتر حاجات مهمه؟ بصي هو انا يعني دايما اقول حاجه ان الام مرايه. انا مش شرط ان انا ابقى قاعده مدرسه في البيت اقول كذا اعمل كذا سوي كذا. لا انا اعمل ده بس. فهو هيعمل ده تلقائي. فانا اعتقد ان السوشيال ميديا والدوشه والحاجات دي كلها مش هتاثر لو في البيت ناشئ نشأة صح. بس دي حاجه مهمه قوي ان انا في البيت بعمل ايه وماشيه ازاي. بابا ازاي بيتصرف ازاي واخواته الكبار بيتصرفوا ازاي وده فهيطلع لا يعني ما فيهاش كلام يعني. هسألك أسئلة دلوقتي عن محمد بما ان خالد هو المكتسح في اللقاء ده. الناس مش محتاجه تسمع حاجه عن خالد اصلا. هم عارفين. هم فاهمين. ايه اكتر حاجه بتخليكي فخوره بمحمد؟ والله الحمد لله يعني. هو ناس كتير قوي 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 بتقابلني. الحمد لله يا رب ربنا يتمها لنا كده على خير. التربيه اخلاقه
مش عارفه ازاي والناس شايفين كده بصراحه. دايما يقولوا لي متربي، بس الحمد لله. انا بقى بقول حاجه تانية، محمد عنده طاقه حنان مش طبيعيه. ايوه هو طيب قوي. بس هو طيب، لا مش طيب، هو حنين. لا بتفرق، انا معلش. اطيب منه. احتمال، صح. انا اطيب منه بس هو طيب. صح. طب طنط لو مسافره وهتاخدي واحد بس منهم هتاخدي مين؟ ما احنا ما بنسالش الاسئله دي. خالد، قولي خالد. اوكي ماشي. خالد. طب لو خالد مش موجود هتاخدي مين؟ هاخد محمد. طب طنط عايز اسالك برضو على حاجه مهمه قبل، انا حاسه ايمان محضره لنا لعبه بس اسالك السؤال ده قبل اللعبه. دلوقتي الطلاق للاسف بقت حاجه منتشره جدا، بقت سهله وبقت سهله. زمان انا فاكره زمان ده اللي هو انا صغيره شويه لما كنت اسمع مثلا ان حد طلق، حد انفصل، كانت قصه. ما اعرفش فجاه ايه اللي حصل، بقى الموضوع حاجه عاديه، ما بقتش الموضوع ليه خضه كده. والحفاظ على العلاقه الزوجيه ان اتنين يكونوا متجوزين بادب وبذوق وفي قيم واحنا عينين على بعض وبيخافوا على بعض. الموضوع ده صعب جدا، يكاد يكون قليل قوي سبيشالي في الاجيال بتاعتنا. انت انكل ما شاء الله ما شاء الله بقالكم 38 سنه صح؟ 37 كتر خير، يعني ياسين بيحفظنا الحاجات دي. صح. فكويس. ايه سر بقى الخلطه دي؟ يعني ايه الحاجات اللي مش هقولك مشيتوا عليها، بس الحاجات اللي تقولي ان يا جماعه ده من اسباب استمرار جوازي؟ بص، قبل الحب وقبل الارتياح وقبل الحب اي مش حاجه اهم حاجه، فاهم؟ الاحترام دي بقى بنحط تحتيها 100 خط، اللي هو في كل حاجه بقى. طبعا انا بحترمه، فهعمل له، بحترم مثلا ان هو ما بيحبش الاكل الفلانيه، مش هعملها، هعمل له اكله ثانيه. بحترم فيه ان هو بيحب اهله، فلازم احبهم واتعامل معاهم عشان انا بحترمه. طبعا بحترم وجوده في البيت، ان انا عايزه قاعد مرتاح مبسوط متى. فالاحترام ده حطي تحتيه. وبعدين لما في الزعل وفي كل حاجه طبعا، في كل حاجه. ما انا لو احترمته احترم زعله واحترم فرحته، لازم اكون مقدره هو فرحان دلوقتي، ما ادخلش عليه بحاجه سخيفه واقول له كده، لا. فالاحترام دي مليون حاجه. وبعدين هتقدمي احترام هتاخدي احترام. طبعا ما خدتش يبقى جوازه فاشله، يبقى صح، في خلل، صح، يبقى ما ينفعش. بس لازم احنا الاثنين كنا نحترم بعض، حتى في طريقه هزارنا، في تعاملنا، في جدنا، في كل حاجه طبعا. حتى بيننا وبين بعض، مش شرط قدام الناس، بيننا وبين بعض. بس فالاحترام ده حطي تحتيه مليون خط. ناخد بقى شويه كده من الاسئله اللي ايمان محضرها لنا. طيب بصراحه كده، اول مره محمد حكى لك عني قلت له ايه؟ هو حكى فكره الارتباط نفسها. اوكي. فانا كنت رافضاها بصراحه. ماشي. عشان يتأنى شويه، يعني بتاع ياخد وقته وكده، وبعدين عشان يبقى المره دي اختيار موفق يعني. اوكي. ففجاه كده انا كنت قاعده بعديها بكام يوم مثلا، قاعده في مكان، فكلمني قال لي: ماما انتوا فين انت وبابا وكده؟ قلت له: قاعدين في المكان الفلاني. قال لي: طب انا جايه ناولين انا جنبكم. قلت له: اوكي. فجي وشفتك. ايوه انا فاكره اليوم ده. انت بقى، انت ما شاء الله، انت من اليوم ده وانت زي ما انت كده، ما اتغيرتيش يعني، في صراحه وفي تلقائيه كده في الكلام. فانا بصيت له كده وقلت له كده، واحنا قاعدين خلاص وانتوا قاعدين ما خدتش بالي، وهو ما قاليش على فكره لحد النهارده. طب لو محمد جالك واشتكالك مني بيكون ايه رد فعلك؟ لا، لازم هسمع من الطرفين، وفي الغالب ببقى متحيزه، ولازم يتضايقوا مني من القصه دي قوي. هتبقي متحيزه للبنات، صح. انا عارفه دي هتبقي واخده صفي، متاكده. اشتكي براحتك. طيب تعملي ايه يا طنط لو لقيتيني مره وانت بتديني نصيحه مش مهتمه، وبقول لك مثلا انت النصيحه دي قديمه قوي؟ عمري ما هقول لك كده، بس يعني لو هقول لك اللهم بلغت اللهم فشل، انا قلت لك وخلاص، انت حره. اوكي صح. طيب هم حطيت سؤال بس انا عارفه اجابتك فيه. لو عزمتك على الغدا ولقيتيني جايبه اكل من البره عشان عايزه اريح نفسي وما اتعبش نفسي، هتعملي ايه؟ عادي نعمل ده مع بعض عادي. اصلا ده على طول هتقولي لي اصلا هاتي من بره عشان يعني ارتاحي. نجي نقعد مع بعض، نجي ناكل. ايوه صح صح والله. طيب الله، حلو قوي السؤال ده قوي. لو محمد جالك وقال لك عايزه اتجوز تاني هتقولي له ايه؟ ما هو بقى وصل ليه للمرحله دي. فبقى انا هنا بقى الحماه تظهر بقى. انا هتبقى في صفك بقى دلوقتي. نقول ناخد وندي مع بعض. لو حسيت بقى انه مش مرتاح، لا يبقى الزوجه الثانيه تحل المشكله. لا يا طنط، لا يا طنط، لا يا طنط، ما اتفاجئتي ما تفقناش على كده يا طنط. المهم راحت ابني في الاول وفي الاخر يعني. يعني بصراحه مش هقدر اكدبك في ده، لان لا صح، ما انا ما انا غصب عني هبقى في الاول امي والله صح. فهتظهر الحما غصب عني ساعتها بقى. بس لو هو طلع شرير وبيعمل ده من غير ما نعمل حاجه هتعملي ايه؟ راحت ابني برضه.
لك ريحيه، انت الغلطانه. راحت صح خلاص. شوفي شوفي الصح بقى واعملي يا ابني، ما تضايقش. حبيبتي يا طنط، مبسوطه قوي ان انت كنت معايا، وانا والله وما كانش أكتر يا ينفع جماعة. البرنامج يكمل من غير ما تكوني ربنا معايا في يخليكي يا حلقه من حبيبتي. الحلقات. ده انا كده بقيت نجمه خلاص. حبيبتي يا طنط، ربنا يا يخليكي حبيبتي. ليا.